النهارده جايب لكم تطبيق خطير، مدير ملفات، بس مش زي اي مدير ملفات انت شفته قبل كده. هتلاقي فيه 10 مميزات تخليك تستغنى عن برامج كتير تاني. هتلاقي فيه الميزه الرئيسيه بتاعتنا. اول حاجه مدير ملفات، رقم 2 مدير تطبيقات، رقم 3 ضغط الملفات وفكها، رقم 4 مستعرض صور، 5 مشغل صوتيات، 6 مشغل فيديوهات، 7 ارسال الملفات لاصدقائك، 8 عمل سيرفر FTP، 9 انشاء ملاحظات نصيه، 10 محلل المساحه وحذف الملفات المكرره. استنوني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبل يسري تك. جايب لكم النهاردة مدير ملفات رهيب فيه مميزات كتير جدا مش هتقدر تستغنى عنه. أول حاجة تثبيت التطبيق. أنا سايب لكم لينك التطبيق من تحت، هو مش موجود في المتجر. هندوس على Get the last version وننزل تحت، هندوس على زر داونلود. بدأ التنزيل. أول لما ننزل التطبيق هنثبته. ممكن يطلب مني إذن التثبيت من مصادر خارجية، هنسمح له بكده. أنا عاملها قبل كده الحركة دي. هنفتح التطبيق بتاعنا. ضبط إعدادات البرنامج. هندوس على الثلاث شرط اللي من فوق، بعد كده Setting، وهندوس على Display Settings. آخر واحدة هندوس عليها Language Setting ونختار اللغة العربية، وكده تحول البرنامج معانا من اللغة العربية. وهنرجع تاني ندوس على الثلاث شرط، إعدادات الإشعارات، وهنلغي منها إشعارات من إذونات التطبيق ونرجع. بعد كده نروح لإدارة تخطيط شريط الأدوات، وهنختار شريط أدوات مزدوج علشان نظهر الشريط اللي من تحت. ظهر معنا من تحت. بعد كده هنروح تاني لإعدادات. بعد كده هنروح لإعدادات التطبيقات ونديله الإذن، نسمح له allow to access manage all files. نرجع وهنروح على إعدادات التطبيقات ونلغي الاختيار ده clean associated folder after installation. بعد كده هنروح على سلة المحذوفات وهنلغيها، لأن أنا مش بحب أستعملها، بحب أحذف الفايل مرة واحدة. كده خلصنا الإعدادات. دي الصفحة الرئيسية للتطبيق. التطبيق ده بيفكرني بمدير الملفات في الكمبيوتر. بيعرض لك في الواجهة الرئيسية الذاكرة الداخلية والذاكرة أو التخزين الخارجي، ده كارت الميموري. الثلاث شرط اللي من فوق لما بتدوس عليهم تظهر لك القائمة الجانبية، ودي فيها معظم الأدوات بتاعة البرنامج. الشريط اللي من تحت أول أداة بتخليك تعمل فايل جديد، بس لازم طبعا ندخل مثلا على الذاكرة الداخلية وندوس على فايل جديد. أول واحدة هتعمل مجلد جديد ونسميه عادي مجلد، نسيبه بنفس الاسم وندوس موافق. هتلاقيه ظهر فوق مجلد. وتاني حاجة هنلاقي ممكن نعمل فايل وورد جديد أو فايل إكسل أو فايل باوربوينت أو ملف. دي احنا بنحدد الامتداد، بنكتب الامتداد اللي احنا عايزينه. يعني مثلا ممكن نكتب ياسر دوت .txt أو أي امتداد احنا عايزينه، ندوس موافق. تاني أداة دي أداة البحث. احنا ممكن نبحث في الذاكرة الداخلية بتاعة التليفون، أو ممكن في الصفحة الرئيسية ندوس بحث ونبحث عن اللي احنا عايزينه. نكتب كلمات البحث، أي كلمة، مثلا APK. أنا كده بحثت عن كل التطبيقات اللي منزلها على التليفون. نرجع. احنا ممكن نبحث عن صورة، عن فيديو، أو أي حاجة موجودة عندي على التليفون. ثالث أداة دي تحديث، دي بتعمل تحديث للشاشة، إعادة تحميل للشاشة. رابع أداة عندي طريقة العرض، دي تقدر تغير طريقة عرض الملفات والفولدرات، سواء رموز أو قائمة أو تفاصيل، وتقدر تغير حجم كل طريقة، في بتبقى كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. أنا بحب أستعمل تفاصيل كبيرة. الجزء اللي من تحت ده خاص بالترتيب، يعني الاسم بيخليه ترتب على حسب الاسم، من أول واحدة دي من A ل Z ترتيب أبجدي. والنوع بترتب على حسب نوع الملفات،
ملفات MP4 مثلا أو ملفات MP3 ملفات الموسيقى وهكذا. ممكن ترتب على حسب حجم الفايل، سهم لتحت كده معناها ترتب الفايلات من الكبير والصغير. يعني أكبر فايلات هتلاقيها إيه ظاهرة من فوق 111 كيلو 23 كيلو وهكذا. وآخر حاجة تم التعديل، دي بترتب على حسب آخر تاريخ تعديل للفايل. مدير الملفات فيه خاصية تانية وهي النوافذ المتعددة. تقدر تفتح كذا نافذة اللي احنا شايفينهم من فوق، ممكن تقفل أي نافذة أنت مش عايزها. هنقفلهم كلهم كده، عندنا نافذة واحدة. تقدر تفتح نافذة مثلا للذاكرة الداخلية ونرجع كده ونفتح نافذة تانية للذاكرة الخارجية، ونقدر ننسخ ملفات ما بينهم. مثلا ننسخ الملف ده ونروح على الذاكرة الداخلية ونعمل لصق، أو العكس ناخد مثلا الملف ده في الذاكرة الداخلية نعمل له نسخ ونروح للذاكرة الخارجية ونعمل لصق. بس كده. طبعا ممكن تعمل نسخ وممكن تعمل قص هتنقل الملف. ومدير الملفات فيه ميزة الكلوب بورد أو الحافظة. هنا لو عملنا نسخ لكذا حاجة هتلاقيهم ظاهرين هنا. يعني مثلا ممكن نحدد كذا حاجة من كذا مكان وننسخهم، تمام، ونروح على المكان التاني المكان الجديد ونعمل لهم نسخ كلهم مرة واحدة. هنجرب كده. هنروح للذاكرة الداخلية اللي اسمها 0. هنروح مثلا هننسخ الملف ده نعمل نسخ، هتلاقيه ظهر هنا. وننسخ الملف ده ونروح مثلا هنا وننسخ الملف ده. هنروح على الذاكرة الخارجية ونروح هنا مثلا هندوس لصق الكل، نلاقي كل الملفات نزلت. مدير الملفات برضو في ميزة تاني، انك ممكن تعمل اختصار لأي فولدر. اي فولدر انت بتفتحه كتير ممكن تعمله اختصار على الشاشة الرئيسية بحيث تفتحه بسهولة بدون ما تضطر تفتح البرنامج وتشوف مكانه فين. مثلا هتدوس على الفولدر اللي عايز تعمل له اختصار، دوس على 3 نقط واضافة لسطح المكتب، هنلاقيه ظاهر هنا. ندوس عليه يفتح الفولدر على طول. ممكن كمان تضيف الفولدرات المهمة في القائمة الجانبية بحيث برضو تفتحها بسرعة بنفس الطريقة. هندوس مثلا على الفولدر 3 نقط وندوس على إضافة إلى المفضلة. لو عايز تغير اسمه ممكن تغيره، احنا نسيبه زي ما هو، ندوس موافق. هتدوس على ال3 شرط هتلاقيه في المفضلة هنا. ضفنا 1DM وداونلود. تاني ميزة في التطبيق بتاعنا هي مدير التطبيقات. تقدر من خلال مدير التطبيقات انك ترتب التطبيقات من الاكبر حجما للاقل حجما، وده هيساعدك تشوف التطبيقات الكبيره اللي مش بتستخدمها وتحذفها علشان تفضي مساحه في تليفونك، عن طريق انك تدوس على زر عرض وتفاصيل كبيره ثم زر سهم الاسفل تحت الحجم. ممكن تحدد كذا تطبيق وتعمل لهم الغاء تثبيت. تاني ميزه انك ممكن تعمل نسخ احتياطي للتطبيقات المحدده بحيث ممكن تبعتهم لصديقك، أو ممكن لما تعمل فورمات لتليفونك تحتفظ بيهم مثلا في الذاكرة الخارجية وترجعهم تاني، أو ممكن تبعتهم لصديقك عن طريق مشاركة وتشوف البرنامج اللي هتبعت بيه لو برنامج خارجي. إضافة لسطح المكتب طبعا عارفينها، ممكن نضيف اختصارات للبرامج دي، وإرسال ممكن تبعتهم برضو لصديقك بس عن طريق البرنامج نفسه. نرجع تاني. تالت ميزة معانا هي ضغط الملفات وفكها. تقدر تفك أي ملف عن طريق إنك تدوس عليه دوسة طويلة وتدوس على 3 نقط وتختار استخراج إلى وتدوس موافق. هيفك الملفات في فولدر بجوار الملف المضغوط أهو اتفك معانا. وتقدر تضغط أي ملفات عن طريق إنك تحدد الملفات كلها، أي ملفات أنت عايزها طبعا، وتدوس على 3 نقط وتختار ضغط، بتكتب الاسم اللي أنت عايزه وبتختار الصيغة بتاعتنا خليها زي ما هي، وبنختار مستوى الضغط بنخليه الأفضل عشان يضغط الملفات. ممكن نكتب هنا كلمة السر وندوس موافق، هتلاقيه عمل ملف مضغوط. رابع ميزة معانا هي مستعرض الصور.
تقدر من خلاله تتصفح الصور اللي عندك على التليفون عن طريق هنروح على الصفحة الرئيسية وتدوس على الصور دي. طبعا هتجيب لك كل الصور اللي على تليفونك، وتقدر تتصفح الصور براحتك. احنا هنروح على الذاكرة الداخلية ونروح على الفولدر ده. في ميزة كمان، عرض الشرائح. الميزة دي بتخليك تعرض كل الصور في فولدر معين ورا بعض بمعدل تأخير معين. ممكن تستفيد من الخاصية دي انت لو عندك اجتماع مثلا وعايز تعرض صور على الحضور، عن طريق انك بتدوس على اي صورة وتدوس على 3 نقط وعرض الشرائح، وبتختار مدة التأخير نخليها مثلا 3 ثواني أو ثانية، وندوس بدء. هنلاقيه بيغير الصورة كل ثانية. رقم 5 مشغل الصوتيات. تقدر تشغل عن طريقه أي موسيقى على تليفونك أو أغاني أو قرآن. هتروح على الصفحة الرئيسية وتدوس على موسيقى وتشغل أي حاجة أنت عايزها، وممكن يشغل لك الأغاني أو الصور القرآنية ورا بعض بدون توقف. الميزة رقم 6 مشغل فيديوهات. تقدر تشغل عن طريقه أي فيديوهات عندك. هتدوس على أفلام، هتلاقي كل الأفلام ومقاطع الفيديو الموجودة على تليفونك. وممكن عن طريق تحرير الفيديو إنك تضيف نصوص أو تقص جزء من الفيديو أو تضيف ترجمة أو خلفية أو تعمل تدوير للفيديو زي ما احنا شايفين. تعمل روتيت دوران، وآد ايمج تضيف صورة، وآد سبتايتل تضيف نص. هتدوس على زائد وتكتب الكلام اللي انت عايز تكتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع. ممكن تضيف موسيقى، ممكن تقص جزء من الفيديو، وهكذا. وممكن تعمل دمج لكذا فيديو مع بعضهم، وممكن بالخاصية دي تحول الفيديو إلى جيف، ودي صيغة بتحول الفيديو لصورة واحدة متحركة بحيث تخليها يعني خفيفة شوية. الميزة رقم 7 إرسال الملفات لأصدقائك عن طريق إنك تدوس على المرسل وهتدوس إرسال. التليفون التاني هتدوس على تلقي، وهنختار الملفات اللي عايزين نبعتها. هنبعت مثلا الملفات دول، وادي التليفون التاني ظاهر معانا، ندوس عليه وبكده شغال معانا. كده خلص. الميزة رقم 8 إن إحنا ممكن نعمل سيرفر FTP. الخاصية دي بتخلي تليفونك عبارة عن سيرفر FTP تقدر تدخل عليه من أي كمبيوتر أو موبايل آخر لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك أو لإرسال الملفات، عن طريق إنك تدوس على أداة العرض على كمبيوتر وتدوس على الإعدادات علشان نظبط إعدادات السيرفر. أول حاجة بنلغي العلامة اللي من فوق إغلاق عند الخروج علشان ما يفصلش معانا بالخطأ. إعداد المسار الرئيسي ده إحنا هنا بنختار سواء الذاكرة الداخلية أو كارت الميموري. هنا الافتراضي بتاعها الذاكرة الداخلية. لو عايزين نختار الذاكرة الخارجية بندوس على تاني اختيار وندوس موافق. بعد كده إعداد حساب الإدارة. هنا بنكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لو عايز نعمل حماية للسيرفر بتاعنا. بعد كده بندوس رجوع وندوس تشغيل. أنا هعمل الخطوات دي في التليفون التاني وندوس تشغيل. علشان ندخل على الجهاز ده هنكتب العنوان ده هواتي في التليفون التاني. أنا هعمل نفس الخطوات في التليفون التاني وأرجع لكم نعملها هنا بحيث نخلي الجهاز التاني اللي هو نحول سيرفر FTP وندخل عليه من جهازنا الرئيسي. هندوس على أداة العرض على كمبيوتر، هندوس على الشبكة وندوس على جديد FTP، ونكتب هنا العنوان اللي كان قدامنا FTP، وفي المنفذ نكتب الرقم اللي بعد النقطتين اللي فوق بعض اللي هو 3721، ونعلم على مجهول علشان احنا مش عاملين اسم مستخدم وكلمة مرور، وندوس موافق. ظهر معانا هندوس عليه. احنا كده بنتصفح على التليفون التاني. هنغير طريقة العرض، خليها تفاصيل كبيرة.
ده طبعا مش التليفون بتاعي، ده التليفون التاني. ننسخ الملفات اللي احنا عايزينها. ممكن نعمل كمان نقل ملفات. هنا نعمل لصق، زي ما احنا شايفين الفايلين اللي كنا محددينها. بس كده، موضوع بسيط خالص، كأنك بتنقل من الذاكرة الداخلية لكارت الميموري. الميزة رقم 9 معانا إنشاء ملاحظات نصية. تقدر تعمل أي ملاحظات أو مذكرات تحفظها عندك على الموبايل عن طريق إنك تفتح محرر النص وتدوس على القلم وتكتب اللي أنت عايزه، وبعد ما تخلص تدوس على حفظ، تختار المكان Documents ونكتب الاسم My Note، ومننساش تكتب الامتداد TXT، ونشيل المسافة دي عشان الملف ما يبص. تمام، وندوس حفظ. نشوف بقى الملف My Note، نفتحه. ادي الملف بتاعنا. الميزة رقم 10 هي محلل المساحة وحذف الملفات المكررة. تقدر من خلاله انك تعمل تحليل للملفات اللي عندك على التليفون وتعرف ايه اللي واخد مساحة كبيرة وتحذفها، وكمان تعرف الملفات المكررة وتحذفها علشان تفضي مساحة في تليفونك. هنشغلها ازاي؟ هندوس على محلل المساحة ونسيبه شوي. هو بياخد وقت علشان بيحدد الملفات الكبيرة والملفات المكررة. كده خلص. أول جزئية عندنا كافة الملفات، دي بيظهر فيها كل ملف أو فولدر مساحته كام، وتقدر تحدد وتمسح اللي انت عايزه. هندخل كده هنا اللي من تحت الذاكرة الداخلية واللي فوق كارت الميموري، هتلاقي مساحة كل ملف أو فولدر. داونلود 25 جيجا، أندرويد 14، سناب تيوب 2. وطبعا احذف الحاجات اللي انت تعرفها، بس الحاجات اللي انت ممكن تستغنى عنها. أندرويد ده تبعد عنه لأن دي ملفات خاصة بالتطبيقات. الجزء بتاع الملفات المكررة هنا هتلاقي الملفات المكررة تحت بعضيها، تحذف الملفات اللي انت مش عايزها فقط. في ملف عندنا مساحته 2 جيجا مكرر، وادي تطبيق الأوفيس مكرر. تقدر تحدد الملف، وكمان كاتب لك المسار عشان تعرف انت بتحذف انهي ملف فيهم. يعني مثلا تحدد ده احذفه، وده احذفه مثلا، وده، وتدوس مسح. وفي جزء الملفات الكبيرة، هنا بيعرض لك أكبر ملفات عندك في الجهاز مترتبة تنازليا على حسب المساحة. تقدر تحدد وتمسح الملفات اللي انت مش عاوزها. بس كده، شكرا جزيلا لكم. في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أنا قلتها. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تشجعني إن نعمل فيديوهات تاني إن شاء الله، وما تنساش تدوس على زر سبسكرايب أو اشتراك علشان يوصلك إشعار بأي فيديو بنزله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.